هاخلّيكِ النهارده بقى تعملي البيتزا الإيطالي زي المحترفين بالضبط، بطريقة أشهر المحلات، هتجنن كل اللي هياكل منها، عجينة هشة جدًا وطرية، وطعمها لذيذ جدًا، وكل اللي هياكلها من إيدِك مش هيصدق إنِّك عاملاها في البيت، من كتر ما هي طالعة زي المحلات ما بيعملوها بالضبط. تعالي أما أقول لِك بقى على كل أسرارها وتكاتها علشان تطلع معاكم مضبوطة وبالجمال والحلاوة دي كلها. بس من فضلكم قبل ما أبدأ بالطريقة هاتوا منكم طلب صغير جدًا، اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك علشان اشتراكاتكم دي بتفرحني جدًا وبتدعمني وبتخلّيني أعمل معاكم فيديوهات أحلى وأحلى. وأول حاجة هنبدأ بتحضيرها هي العجينة، هنجيب طبق غويط وهنجيب ربع كوباية من اللبن وهنكملها مية بالشكل ده كده، وهننزل بيها في قلب الطبق. طبعا ممكن تستخدموا مية بس بدل الحليب، بس الحليب بيديله نكهة كده جميلة. وهننزل بكيس من الخميرة بما يعادل معلقة كبيرة ومعلقة من السكر وثلاث معالق كبار من زيت الزيتون، وهنقلب المكونات دي كلها مع بعض لغاية لما السكر يدوب معانا تماما. وهننزل عليهم بنص كيلو من الدقيق. طبعا استخدمت هنا دقيق فاخر ورشيت عليه رشة بسيطة جدا من الملح، بس وانا بظبط الفيديو كده اتمسحت معايا. وهنبدأ بقى عجن في العجينة بالشكل ده كده، هتقعدي تعجني فيها لغاية لما تلميها. وقوام العجينة المظبوط هو العجينة بتاعتك ما تبقاش ناشفة قوي ولا طرية قوي، اهم حاجة تبقى في المظبوط كده زي ما انتوا شايفين، ولا هي ناشفة ولا هي طرية، بتكون بالشكل ده كده، بيكون ملمسها ناعم. طبعا انت هتقعدي تعجني فيها، كل ما تعجني فيها اكتر كل ما بيكون ملمسها ناعم معاكي بالشكل ده كده. وده بقى شكل العجينه بتاعتنا الجميله بعد ما عجناها وبقت جاهزه معانا. هنغطيها وهنسيبها في مكان دافي لغايه لما تخمر معانا ويتضاعف حجمها. وطبعا علشان هنعمل البيتزا النهارده بحشوه الفراخ، فيلا بينا نجهز الفراخ مع بعض. اول حاجه هنجيب طاسه على النار، هنحط فيها كده شويه من الزيت وهنسيب الزيت لغايه لما يتقدح معانا كويس لغايه لما يسخن يعني. وهننزل عليه بالفراخ. طبعا كان عنده صدور كده فقطعتها الى شرائح بالشكل ده كده ونزلت بيها. اهم حاجه تقطعيها الى شرائح صغيره جدا، تبقى رفيعه علشان تستوي معاكي بسرعه. وهنشوح الفراخ، بس اهم حاجه اول ما تنزلي بالفراخ الزيت يبقى سخن علشان الفراخ بتاعتك ما تنزلش اي عصاره منها. وهتقعدي تشوحي فيها لغايه لما تتشوح معاكي كويس، اهم حاجه تشوحيها كويس كده. وهتنزلي عليها ببصلايه متقطعه اي تقطيع انت تحبيها او تفضليها، وهنشوحها كويس مع الفراخ. اهم حاجه تقعدي تقلبي فيها كده علشان البصل بتاعك ما يتحرقش. وهتجيبي قرنين فلفل حراق. طبعا الفلفل الحراق ده بيعزز كده من طعم الحاجه. طبعا انت لو ما بتفضليش الفلفل الحراق ممكن تستخدمي فلفل رومي او فلفل الوان، اي نوع فلفل متوفر عندك. وهتقلبي بقى المكونات الجمال دي كلهم مع بعض، وهتنزلي بالملح وربع معلقه من الفلفل الاسود، ونزلنا بالبابريكا والثوم باودر والبصل البودر. هي دي التوابل المخصصه للفراخ، ما تكتريش عن كده ولا تقللي عن كده، علشان هي التوابل دي اللي بتنقل لِك الخلطة بتاعة الفراخ بتاعتِك في حتة تانية خالص. وهنقعد بقى نقلب المكونات دي كلها مع بعض لغاية لمّا كله يندمج مع بعضه. ودي خطوة مهمة، أهم حاجة تغطي على الطاسة بتاعتِك وتسيبيها على نار هادية لغاية لمّا البصل يستوي معاكِ والفراخ تستوي وكله يندمج مع بعضه. وهنقلبها بقى تقليبة كده بسيطة مع بعض، وبكده حشوة الفراخ بتاعتنا الجميلة اللذيذة بقت جاهزة معانا. ولو حابين تعملوها باللحمة المفرومة بدل ما تحطوا فراخ هتحطوا لحمة، بيكون برضه طعمها لذيذ جدًا وهيعجبكم لو جربتوها. ويالّا بينا بقى نرجع للعجينة تاني. طبعًا زي ما أنتم شايفين العجينة خمرت معايا واتضاعف حجمها وبقت بالجمال والحلاوة دي كلها. هناخد بقى قطعة على قد الصينية اللي إحنا هنفرد بيها، بس أهم حاجة ما تضيعيش الهوا اللي جواها علشان لمّا تيجي تفرديها تتفرد معاكِ بكل سهولة. زي ما أنتم شايفين كده بالراحة كده وأنتم بتعملوها علشان الهوا اللي جوه العجينة ما يروحش منها وتتفرد معانا بكل سهولة. وهنجيب الصينية اللي هنعمل فيها البيتزا، هندهنها كده دهنة بسيطة جدًا من الزيت، تنزلي بالعجينة وزي ما قُلت لِك العجينة بتكون على قد حجم الصينية اللي أنتِ هتعمليها. لو صينية أكبر طبعًا بتكبّري حجم العجينة بتاعتِك وهتفرديها بالشكل ده كده. طبعًا علشان إحنا ما ضيّعناش الخمر بتاع العجينة فهي بتتفرد معانا بكل سهولة، وهتقعدي تفردي فيها لغاية لمّا تملي الصينية كده بيها بالشكل ده كده. وبعد ما نفردها هنجيب أي شوكة عندِك، طبعًا هتعملي فيها فتحات بالشكل ده كده. ودي خطوة مهمة، دي بيخلّي العجينة كده ما ترفعش معاكِ من النُص. وهتنزلي بقى بصلصة البيتزا الجميلة، طبعًا إحنا عاملينها معاكم على الصفحة، لو عايزين تعرفوا بقى طريقتها بالتفصيل ادخلوا حالًا على الصفحة وهتنبهروا بجمالها. وهننزل بقى بحشوة الفراخ بتاعتنا اللذيذة مع بعض بالشكل ده كده، وهنفردها في قلب الصينية. طبعًا هنفردها على البيتزا بالشكل ده كده، بس خلّي بالِك من الأطراف علشان ما تنزلش كده في الصينية وتلزق في الصينية، أهم حاجة الأطراف. ولمّا نفردها كويس هننزل عليها بالجبنة الموتزاريلا، وأنتِ بتنزلي بالجبنة الموتزاريلا حطّي إيدِك زي ما أنا حاطاها كده علشان الجبنة الموتزاريلا ما تلزقش في الصينية لمّا تدخل الفرن. أهم حاجة تسيبي مسافة كده بين طرف الصينية والحشوة اللي أنتِ بتحطيها.
وهتنزلي عليهم بفلفل حراق أو فلفل رومي أو فلفل ألوان، وهننزل بقى بشريحتين كده بساط جدًا من الطماطم، وهننزل بالزيتون، وهنرش كده على الوش كده رشة بسيطة جدًا من الجبنة الموتزاريلا، وبكده البيتزا بتاعتنا بقت جاهزة معانا، يالّا بينا ندخّلها في الفرن، ويالّا نعمل كمان واحدة، طبعًا دي إحنا هنعملها بحشوة اللحمة المفرومة، طبعًا هندهن كده دهنة بسيطة جدًا من الزيت على الصينية، وهنفرد العجينة بتاعتنا، وهنعملها بالشوكة، وبعد كده هننزل عليها بالصلصة، وهننزل عليهم باللحمة المفرومة، طبعًا اللحمة المفرومة إحنا بنعملها زي الفراخ بالضبط، يعني بدل ما تستخدمي الفراخ هتستخدمي لحمة مفرومة، هنعملها بنفس الخلطة، وبعد كده هننزل عليها بالجبنة الموتزاريلا، وهنضيف الفلفل الحراق طبعًا حسب الرغبة لو بتفضّلوا الرومي أو الفلفل الألوان طبعًا هتستخدموه، هانزل بالزيتون وطبعًا شريحتين كده بساط جدًا من الطماطم، وهنرش كده رشة بسيطة جدًا من الجبنة الموتزاريلا، وبكده البيتزا بتاعتنا الجميلة بقت جاهزة معانا، هندخلها الفرن على درجة حرارة عالية. طبعًا النار بتكون شغالة من فوق ومن تحت، وبندخّل الصينية على الرف الوسطاني، وبتبقى معانا بالجمال والحلاوة دي كلّها، وأهم خطوة في التسوية إن الوش بتاع البيتزا ما بيتحمّرش جامد علشان الجبنة ما تنشفش معاكِ، علشان لو حمّرتيها جامد الجبنة بتنشف وما بتمطش معاكِ بعد التسوية، فأهم حاجة تدّيها لون كده دهبي بسيط جدًا علشان الجبنة تمُط معاكِ، وأهم حاجة هو اختيار نوع جبنة كويس، وأهم حاجة كمان هي التسوية المضبوطة علشان تطلع معاكم بالجمال والحلاوة دي كلّها. وبكده البيتزا الجميلة بتاعتنا بقت جاهزة معانا، لو عجبتكم بقى طريقتنا ما تنسوش تشتركوا في القناة، ولو حابين أجرب معاكم أي وصفة اكتبوا لي في التعليقات، وإن شاء الله هاجربها معاكم، وما تنسوش بقى تجربوها وتقولوا لي إيه رأيكم في التعليقات، وما تنسوش كمان بقى تشوفوا وصفاتنا الجميلة اللي على الصفحة علشان هتنبهروا بجمالها، وصفات بقى لذيذة جدًا وسهلة وسريعة، وما تنسوش بقى تشوفوا طريقتنا الجميلة لعمل الكاتشب علشان ما ينفعش بيتزا من غير كاتشب، ادخلي بقى حالًا على الصفحة وشوفي الطريقة بالتفصيل علشان هتنبهري بجماله. سهل جدًا وطريقته ما فيش أسهل منه، وطالع زي اللي إحنا بنشتريه من برّه بالضبط، جميل جدًا هتنبهروا بجماله لو جربتوه بنفس الطريقة دي، جربوه بقى وأنتم هتنبهروا بجماله ومش هتشتروا كاتشب من برّه تاني، وبألف هنا ليكم وشكرًا جدًا على المتابعة، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.